بيتك. بموت. ارجع بالجهاز بسرعه يا سيد. بسرعه يا سيد بسرعه بنموت يا سيد. يلا سيد انت كويس؟ كويس، بدأت اتعود الحمد لله. خلاص عرفنا المسدسات فين. المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله اخر مره. يلا بينا. يلا كله يثبت مكانه. كله يقف لا نطير دماغه. بقول لك ايه، طلع مفاتيح الخزنه بسرعه. حاضر حاضر. وما تمدش ايدك على درج المكتب ولا في جيبك اللي ورا عشان فيهم مسدسات واحنا عارفين. بس استاذنكم بس اروح بس اجيب المفتاح من الدولاب عشان انا رجلي ورمه وعندي روماتيزم، فهربط الجزمه بس عشان اروح. ثانيه واحده ثانيه يا واحده. عم صباح الخير اخلص. يخرب بيتك، هو انت خاطف البنك؟ هو في ايه بقى؟ ريموت بسرعه يا سيد. رجع بسرعه يا سيد. سيد انت كويس؟ ما كفايه بقى السؤال ده، انا هموت واعرف الراجل ده اشمعنى مستقصدني انا بالذات؟ ما بيقتلكوش انتوا ليه؟ عشان انت وشك مستفز يا سيد. طب ممكن المره دي واحنا سخنين كده، ها؟ يلا مره كمان بسرعه، وان شاء الله ان شاء الله المره دي هتظبط معانا. كله يثبت مكانه. كله يقف بدل ما نطير دماغه. بقول لك ايه، طلع مفاتيح الخزنه بسرعه. حاضر حاضر. وما تمدش ايدك على الدرج ولا على جيبك اللي ورا ولا على رجلك عشان احنا عارفين كل الاسلحه وشفناها. طب شفتوا ده؟ لا ده كده كتير يا جماعه. بتقعد ما تستخباش، هو احنا لازم نقول لك ما طلع الريموت. سيد انت كويس؟ لعلمك احساس الرشاش ده احلى من المسدس بكتير، بيزغزغ كده. بقول لكم ايه، الموضوع بقى بايخ قوي يا جماعه. انا حاسس ان البنك ده مش نصيبنا نسرقه. يلا نشوف بنك تاني. لا معلش بقى يا فخر، عشان الموضوع ده بالنسبه لي بقى شخصي. انا هسرق البنك ده، انا هسرقه. شوفوا لي حبل. يا نهارك اسود ولا سيد. الحق ده معاه قنابل. ده انا لمحت دبابه كمان راكنه قدام البنك. هو حضرتك موظف ائتمان ولا تاجر سلاح؟ بس لا انت وهو. بقول لك ايه، فين مفاتيح الخزنه اللي فيها الفلوس؟ الخزنه الصغيره اللي ورايا. طيب انا افتحها يا فخر. لا يا ريتاج، استني، الراجل ده ما يتضمنش. ممكن تبقى الخزنه مفخخه. استني انا هفتحها بطريقتي. انت هتعمل ايه؟ مالكش دعوه بقى. الله يخرب بيتك يا فخر، الرصاصه ردت فيا. يا عم عادي عادي، مش حوار، ما احنا معانا الريموت يعني. طب ممكن اعمل حاجه قبل ما نرجع؟ اخلص. انت بتستهبل يالا؟ بتضربني بالنار في دماغي؟ ولو رجع بيا الزمن هقتلك 1000 مره يا فخر. ليه؟ عشان انت السبب في اللي احنا فيه. انا كنت عايز اساعدكم يا اخبار. وهقتلك تاني. خلاص ايه ده؟ ان شاء الله المره اللي جايه دي هتبقى اخر مره. انجزي يا ريتاج، المسدس تقيل. خلاص اهو، تعالى يا فخر خد. يلا 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 هاتي. بالراحه متخلف. يلا يا عم. انا جبت 6 مليون دولار. ما تردي على تليفونك يا ريتاج، يمكن امك عايزه حاجه مهمه. يا حمار ده الانذار. عامل بالظبط زي رنه رامي عياش اللي انت كنت حاطاها اما اتجوزنا، فاكراها؟ رامي عياش؟ البوليس دلوقتي هيجي يشمعنا كلنا لو ما هربناش. يلا كله عنده. محدش يتحرك ورانا، اللي هيتحرك بيتك. هنديله في دماغه. يلا بسرعه. انا مش مصدق ان معانا 6 مليون دولار كده. السحاوي ملوش عندنا حاجه. برافو عليك يا ريتاج. يلا 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 بسرعه، سيد زمان البوليس جاي. دور واطلع. ماشي. ايه ده؟ يا نهار اسود، انا نسيت مفتاح العربيه جوه. الله يخرب بيتك. ليه يا سيد؟ ليه كده؟ هقول لك مش مهم، ما تتوتروش. يلا نركب اي حاجه لان زمان البوليس جاي. لا طب والعربيه دي حرام. يا عم مش عايز، انا معايا 6 مليون دولار. لا فخر، انا عارف ان العربيه دي غاليه عليك. طب اخلص، خش هات المفتاح. واخش ليه واحنا معانا العسل ده؟ لا معلش ظهرك كده والنبي يا ريس. استاذنك بس تمسكي المسدس لحد ما ادور على المفتاح. انت بتديها المسدس؟ انت مجنون. تعالى يا فخر ندور هناك، هنا مفيش حاجه. تعالى. بقول لك ايه يا باشا، معلش والنبي كان في مفتاح عربيه فول كيس كده، ما حدش شافه. انا مش لاقي حاجه. انت وديته فين؟ مش عارف والله. يا نهار اسود، الانذار، البوليس جاي كمان 5 دقايق. ايه ده؟ سوري معلش، انا سقطت خالص ان المفتاح في جيبي من الاول. اصل انا متعود دايما احطه في جيبي الشمال. سوري. لا ولا يهمك يا حبيبي. خش يا ريتاج، يلا لم الفلوس بسرعه. فلوس ايه؟ ده انا قعدت نص ساعه لحد ما لميت الفلوس في الشنطه المره اللي فاتت. يا نهار اسود، طب هنعمل ايه؟ البوليس جه. بقول لك ايه، رجعنا بالجهاز بس بسرعه كده شويه. طب اهدوا بالراحه، اهدوا.
جاهزين؟ اه يلا. ايه؟ البطاريات فضيت. ما انت عشان قعدت تلعب بيه طول الليل امبارح وخلصت البطاريه. طب يا جماعه ما حدش معاه بطاريه قلم بتاعت ريموت؟ انت بتسال ناس انت خاطفهم على بطاريه قلم؟ اقول لك على حاجه، امين الشرطه اللي جاي يقبض علينا دلوقتي معاه لاسلكي في بطاريه قلم، ابقى خدها منه. يلا يا سيد. طب 6 مليون يلا دولار. يا ريتاش، يلا هنركب الغاليه يا عم الفلوس اهي. يلا مش هناخدها، هنتحبس يا سيد. يلا. انا مش عارف ايه حظنا الزفت في موضوع البنك ده. حظنا الزفت، انت اللي حمار. انا؟ انتوا احمدوا ربنا ان انا ما رجعتش في المخمضه اللي انتوا قعدتوا تمخمضوها لنا دي. ولا واحنا كنا راكبين الاتوبيس النهري ما تافورش، ده هو الريموت كنت بتدوس عليه بتخش جوه البنك، بتدوس بنطلع تاني. في ايه؟ لا هو فعلا كان في دوخه، انا دخت قوي يا فخر. لا انت لو دايخه يبقى احنا كده مستنيين حاجه حلوه. حاجه حلوه؟ صح، ليكي حق تستغربي، لان البني ادم ده عمر ما يجي منه حاجه حلوه، السلاله بتاعته لازم تنقرض من على الارض. ممكن بقى كفايه تقطيم وتسيبوني افكر نشوف هنعمل ايه؟ لا تفكر ليه؟ انت ما تفكرش خالص. ممكن يا ريتاج تكلمي جوزك بشكل احسن من كده؟ ولا هو انت فاكر لما تزعق وتقول ممكن تكلمي جوزك بشكل احسن من كده انا احترمك يعني؟ لا، هي بتتكلم صح، انت حمار. احنا بنفكر ونخاطر بحياتنا وانت تيجي زي النسمه تبوظ كل حاجه. عارف يا سيد املنا الوحيد ايه؟ ان يجيلك مرض مزمن فتقعد في البيت، واحنا نخطط ونفكر وننفذ وننجح وانت نايم على ظهرك. صح. طب فخر ما عندكش صاحب شمال نقدر نطلع منه باي مصلحه بس ما يكونش فيه بوليس ولا اي شوشره؟ صاحب شمال ازاي يعني؟ انت هتستهبلي ولا ايه؟ انت بتكلمي رئيس نادي، رئيس نادي محترم. خلاص مفيش الكلام ده. انا اسفه انا اسفه. اسفه ايه؟ هو في واحد بس مش صاحبنا قوي يعني، كان بيقعد معانا واصحابي المحترمين في الغرزه يعني. صحابك المحترمين بيقعدوا في الغرزه؟ امال هنقف على النواصي وجنب الاكشاك زي العيال السيع؟ هو الواد كان شكله خطر قوي يعني لما بيقعد معانا في الغرزه، فما كانش لينا علاقه بيه، بس عرفنا في مره انه جدع يعني لما كلنا اتمسكنا تحري وما بلغش عننا. ايوه يعني ده شمال؟ شمال؟ ده شمال في تاني شمال. وده اسمه ايه يا فخر؟ ناصر الحيني. ايوه يعني هو ليه في المخدرات والاثار ولا ايه يعني؟ لا، ده بتاع مراهنات، يخش بطولة الملاكمة من دول، يراهن على الواد اللي هو عايز يراهن عليه بالفلوس، هوب يكسب، ياخد كل الفلوس اللي يكسبها دي ويحطها في عبه. انا بقى هعمل ايه؟ اقنع ناصر ان عندي بطولة بوكس هنا في النادي، واجيبه هو وبطولاته ومراهناته وفلوسه وكل ده هنا جوه عندي في النادي، واحنا بقى نلم الخير ده كله في عبنا احنا. حلو. جه وقت الريموت، جهز الريموت يا سيد. ايه علاقه الريموت بماتشات الملاكمه؟ ها؟ بالراحة بس على الورق، بالراحة بالراحة بالراحة. ما تشجيني كده يا مرات اخويا وتقولي لي كده لمينا كام؟ 3,645,400 جنيه. اللهم صل على النبي. قلت لكم الفلوس هتنزل على دماغنا زي الرز، وده اولها. طيب بما ان خير ربنا كتير، انا بقى هاخد ال 200 جنيه دول اروح اشتري كرافته. خد 400 شبرق نفسك. شكرا يا ريتاج. تعالى 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 تعالى، انت هتاخد ايه؟ ما خلاص ريتاج ادتني 400 جنيه. لا يا حمار، دي بتشتغلك يعني كل دول 400 جنيه، يعني دي لوحدها 200 جنيه. طب بتبص وش وظهر بس على الورق، والرزم اللي في النص دي ملهاش لازمه. مش عايزين هبل، الفلوس دي للفرجه بس، محدش حتى يلمسها، عشان لما نوديها للسحاوي نخلص من قصته خالص. انا كل ما افتكر ان الفلوس دي رايحه للسحاوي بتنكد. ما تبقاش بومه بقى يا سيد، ما احنا هنرجع الفلوس عشان نسد ديوننا. ولا اقول لكم ما تيجي نحلق للسحاوي وناخد الفلوس دي كلها وناخدها. لا خدها. بس كفايه، احنا كل ما بننجز حاجه بتتطربق فوق دماغنا. صحوا النوم يا حلوين.
معلم ناصر، ايه الطريقه البلدي دي؟ سامحني انا اسف. خير في ايه يا معلم؟ انت اللي هتقول لي فيه ايه. طب نستأذن احنا بقى عشان تكملوا كلامكم. محدش هيتحرك من مكانه قبل ما اعرف عملتوها ازاي. انت عايز تاخدنا في دوكه؟ انت اللي هتقول لنا عملتها ازاي. ايه دي؟ السكسوكه دي ازاي بتخليها تطلع من هنا بس والجناب لا؟ لا ما انا هقول لك، ما اصل دي ليها طريقه. لما انت بتكبس بالحلق كده فبقول لك يا فخر العرب اخلص وقولوا لي عملتوها ازاي. انتوا كنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل ما اللعب يبدا. احنا؟ ايه ده؟ مستحيل، ما اللعب كان قدامك يا حاج وكله كان على عينك يا تاجر. ما هو ده اللي هيجنني وجاي عشان اعرفه. وفكروا كويس قبل ما تجاوبوا عشان لو حورتوا هتموتوا. ماشي، انا هقول لك بس على شرط تخلي سيد يجاوب اخر واحد. ماشي. لا بقى انا اللي هقول. ايه ده؟ تعمل ايه يالا؟ اثبت! لا اثبت انت، اثبت يالا! اثبت انت، نزل سلاح! نزل السلاح انت الاول. بقول لك نزل سلاحك! سلاح ايه بس يا معلم؟ ده عيل عبيط مخه على قده، ده بيهددك بلعبه. مش ده اللي فيه الليزر؟ لا مش ليزر اللي هو بيجي على الوش عشان ما يصدهاش. يا عم، هو انت شريف اكرامي؟ يا حمار انت ايه اللي خلاك تطلع الريموت وتشيله جوه؟ هتكشف سرنا يا غبي. انا هرجع بالريموت ده دلوقتي حالا. عايزين تركبوا معايا الريموت اهلا وسهلا، مش عايزين انا هرجع لوحدي. صحوا النوم يا حلوين. ايه ده؟ انا مش فاهم اللي بيحصل خالص. انت مش فاهم اللي بيحصل خالص؟ انا مش فاهم الحلقه دي كلها. يا جماعه احنا مغمى علينا بقالنا اكتر من ساعه، والبتاع ده ما بيرجعش اكتر من ساعه، فاحنا لابسين الراجل ده لابسين. بقول لكم ايه؟ فككم من الحوارات دي. انتوا كنتوا بتغشوا وكنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل اللعب ما يبدا، فتقولوا لي عملتوها ازاي وفكروا قبل ما تقولوا عشان لو حورتوا هتموتوا. لا بقى انت زهقتنا. طب مش هنقول حاجه ومش هتعرف تعمل معانا حاجه. انا لقيت الريموت في عربيه فخر كان واقع من الكائن الفضائي. اسكت يا ابني، كان فضائي ايه يا باشا؟ ده الواد ده دماغه تعبانه زي ما قلت لك. انا كده هضطر اقول لحضرتك الحقيقه، لا خبيتها جوايا سنين طويله. سيد ده كان بركه من صغره، كان طفل غير كل الاطفال، بيلاقي الخير في اي مشوار، بيسرح شعره من غير سشوار، وما بيعملش اي حوار. وفي يوم في الشتاء اكتشفنا الموضوع ده. ازاي؟ ازاي؟ لا قول لي ازاي زي كده. اخلص. حاضر. في ليلة في الشتاء واحنا قاعدين في عشتنا الصغيرة الفقيرة، برق ورعد وتلج وريح ودنيا برا مجنونة، تلج مجمد ما بيسيح، عملنا سكر بليمونة. تشرب حاجة يا باشا؟ يا سيدي اخلص. مش، أنا آسف أنا آسف. في الليلة دي كنت قاعد جنب سيد، ولا بيا ولا عليا، قمت عاطس. قام سيد بصلي وعينيه نورت وقال لي أنت عندك برد. أنا انجعصت، ما صدقتش اللي بيحصل. خدت ديلي في اسناني وجريت على الدكتور بسرعة. قال لي أنت إزاي ساكت على نفسك كده يا متخلف؟ أنت عندك برد مبهدلك. وقام كاتب لي كونجستال. انت بتحور يا فخر، والكلام اللي بتقوله ده كله فاكس وما يدخلش دماغي، واصدقه ازاي؟ يا باشا انا هشتغلك ليه؟ انت هتشغلني لا مؤاخذه. لا يا بيبتي اشتغلني، انا مش عبيط. لا يا عم اسمع بس. بقول لك يا فخر العرب عيب تكذب، انت فخر العرب. الله، ثانية واحدة. الو يا حماتي، انا مش قلت ما تكلمنيش مليون مرة وانا في الشغل؟ ايه؟ مراتي هتولد ازاي؟ دي في السابع. هتجيب بنتي برضو؟ يا ستي سميها زي الاولانية كان اسمها ايه؟ سميحة؟ سمي دي سميحة، وما تكلمنيش وانا في الشغل تاني. انا اصدق الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ازاي؟ شايف ده؟ انت بتحور يا فخر، وكل الكلام اللي بتقوله ده فاكس، وانا اصدق كلامك ده ازاي؟ انا حسبت لك. حماتك هتكلمك دلوقتي في التليفون. حماتي ما بتكلمنيش وانا في الشغل. وهتقول لك ان مراتك بتولد. مراتي في السابع. طب رد شوف مين عشان تسمع الخبر اليقين.
يا حماتي فعلا. الو، ايه يا حماتي؟ مراتي هتولد؟ ايوه بس دي في السابع. وهتجيب بنت برضه؟ سميها سميحه زي اختها الاولانيه. اسمعي، سميها سميحه. ايوه الاتنين هيبقى اسمهم سميحه، انت مالك انت؟ الله دول بعيال انا. اقفلي. انا اسف يا مولانا، حقك عليا. يعني خلاص سامحتنا وصدقت الاشتغاله؟ اشتغلت ايه؟ ما كنا ماشيين كويس. معلش سامحتك وصدقتك، وانا اللي طالب العفو والسماح. انا بس عدم اللامؤاخذه ليا طلب بسيط. قول طلبك البسيط يا صاحب البدله الكونكريت. انت من النهارده يا مولانا عدم اللامؤاخذه هتشتغل معايا. اشتغل معاك ايه؟ هتبقى الراجل بتاعي. اتجوزك؟ ما ينفعش، اصل انا متجوز. يا سيدي وانا كمان متجوز. انت من النهارده هتلازمني زي ضله. طب والحل يا جماعه هنعمل ايه؟ انت لو فضلت ملازم الراجل ده زي دول احنا كده مش هنخلص. هنعمل ايه مع السحاوي؟